التفاعل الكتير اللي حصل على الفيديو اللي فات للأرانب هو اللي شجعني إن أنا أعمل الفيديو ده. بصراحة كمية تفاعل عجبتني جدا وفرحتني جدا. ناس دخلت سألتني هو مين فيهم الذكر ومين فيهم النتاية، فأنا قررت أعمل الفيديو النهاردة وأقول لكم فيه على كل حاجة إن شاء الله مع بعض. في الأول أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. ونخش في الموضوع على طول، واللي قدام حضراتكم بياكل ده يبقى الذكر، وانا سميته ابو الخير. زي ما شايفينه كده ما شاء الله، عينيه تلمع وهو صحة وحيوية تبارك الرحمن ما شاء الله عليه، حاجة كويسة جدا جدا. واللي قدام حضراتكم التانية ديت النتاية، وانا برضو سميتها فانتا. وزي برضو ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا ما عنديش خبرة في تربية الارانب خالص، وان احنا هنبدأ نتعلم من اول الصفر. واللي عنده معلومة يا ريت ما يبخلش بيها عن اخوه ويقولها له، وكلنا بنستفاد من بعض وكله بيرزق من فضل الله. وده اول ايامهم على السطح، ودي بالنسبة لهم كانت اول وجبة اقدمها ليهم على السطح، وهو الخاص. شايفين ابو الخير تحس هو واخد وضع السيطرة وبياكل بقلب جامد قوي. لكن فانت انا حاسسها اهدى شوية ومستكينة كده في ركن. انا كواحد مبتدئ، انا مش لسه مش فاهم لغة جسمها. يا ترى هي الوضع اللي هي عاملاه ده، هي مثلا خايفة من المكان علشان جديد، ولا ده هدوء ما قبل العاصفة يعني؟ لو في حد منكم عارف في الارانب كويس يا ريت يفهمني، هي النتائج كده بتبقى في الاول مثلا، ولا ده شيء ممكن تكون تعبانة او فيها شيء؟ انا الصراحة اشتريتهم من السوق وقلت اغامر في تربيتهم لاول مرة، وانا حبيبهم جدا يعني. انا دايما بحب اشوف الارانب وشايفها دايما انها خير في البيت، وانها دايما فيها الخير يعني. فهو بجملة غاوي خسارة بمزاجي، انا دايما بحب اغامر، ورزقي ورزقكم على الله، وادينا بنتعلم مع بعض. وانا طبعا عشمي في اخواتي كبير، ان اللي فيكم عارف معلومة يا ريت ما يبخلش على اخوه ويقول لنا وهنتعلم من بعض. انا برضو بيني وبينكم انا سألت ناس كتيرة عن الموضوع ده، وحاولت اعرف ايه اكتر الاكلات اللي بيحبوها. عايز اقول لكم ان 99% من الناس رشحوا لي الخضروات، 1% بس من الناس رشحوا لي العلف، وكان سببهم بان العلف بيبقى فيه نسبة سموم عالية. مش عارف كلامهم صح ولا كلامهم غلط. فانا برضو لو حد منكم عنده معلومة يا ريت ما يبخلش بيها على اخويا يعني. فالمهم انا جبتهم وقلت اغامر معاهم، وبدأت معاهم بالخضروات زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ واحدة واحدة اجهز لهم البيت بتاعهم من مكان يقعدوا فيه او مكان يتزوجوا فيه، او اعمل لهم مثلا مكان كده زي حتة خشب او حاجة، عشان النتاية لو ربنا كرم مثلا وولدت او شيء تبقى هي متدارية وراه. زي ما اصلا انا قلت لكم كده ان انا ملاحظ ان هم واخدين بعض ليه، لان انا دايما الاقيهم بيقربوا من بعض. تلاقي الذكر تحس كده ان هو بيلغي النتاية وبيلف حواليها، وحركات غريبة وانا مش فاهمها، بس مش مشكلة. انا بحب كده وبحب اتعلم خطوة بخطوة، مش مهم اي حاجة. انا حاطط لهم السقاية، مش عارف برضو انا كده صح ولا غلط. يا ترى هم بيشربوا المية في سقاية زي بتاعة الفراخ ولا لأ؟ بس انا برضو حاطط لهم المية احتياطي، وبرضو كنت هعرف منكم وهسأل يعني. فانا حاسسهم كده ان هم متوالفين مع بعض جدا، وانهم واخدين بعض يعني. فهي جت من ضمن الحظ سبحان الله، يعني انا واخدهم من مكان سوق، وانهم يطلعوا اول مرة يتوالفوا مع بعض كده، ده برضو فضل ونعمة من عند الله. اتمنى من كل اخ وكل اخت وصل معايا للقطة دي يا ريت فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة. القناة بتكبر بيكم ان شاء الله، نفسي اوصلها لحد 300 مشترك. فدوس اشتراك وفعل الجرس عشان تتابعوا رحلة ابو الخير وفانتا خطوة بخطوة. انتظروني ان شاء الله فيديو قريب عن فانتا وابو الخير، ان شاء الله يكون فيه خير باذن الله. وكل عام وانتم بخير، وعيد مبارك عليكم وعلى أمة محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.